القرص الطرية سواء سادة أو بالجبنة تجنن. هقول معاكم المقادير لكيلو واحد من الدقيق. كيلو الدقيق هنضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونقدر نستبدلها بالخميرة البيرة وهتكون قطعة في حجم عين الجمل. كمان باكت من البيكنج باودر و3 معالق كبار من الحليب البودر، ودول نقدر نستغنى عنهم بس بيدوا طعم حلو جدا للقرص. ونقدر هنا طبعا نضيف الحاجة او النكهة اللي احنا حابينها. تقدروا تضيفوا كمون حصى، تقدروا تضيفوا ينسون شمر زي ما تحبوا، بس انا عملتها كده سادة. ضفت كمان كوباية من اللبن الرايب يكون دافي، وكمان نص كيلو من المادة الدهنية اللي هي عبارة عن زيت وسمنة وزبدة. ما ينفعش نعجن القرص الطرية بزيت بس او سمنة بس، لازم معاهم زبدة. الزبدة بتخلي القرص طرية وناجحة معانا. تقدروا تستعملوا سمنة على زبدة أو زيت على زبدة، أنا هنا استعملت التلاتة. وبضيف اللبن الرايب شوية شوية على حسب الاحتياج وحسب العجينة معايا، لأن طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني. طيب هنا ما ينفعش نعجن بحليب بس، لكن نقدر نستبدل اللبن الرايب بالزبادي. اللبن الرايب بيدينا نتيجة أحلى كتير. هنا بضيف نص كوباية بنص كوباية على حسب العجينة ما تحتاج، لحد ما اوصل ان العجينة تكون طرية ولينة وبتتشكل معايا بسهولة. اهو كده العجينة ما شاء الله مظبوطة معايا. باخد كده قطعة منها واكورها واضغط عليها، لو تمام ومفيش تشققات كده العجينة مظبوطة. هركنها على جنب، طبعا هغطيها وهركنها في مكان دافي لحد ما تخمر. طبعا الجو برد، اقل حاجة ساعة علشان تخمر وتدينا النتيجة دي. بعد ما العجينة خمرت هاخدها كده على الرخامة وهبتدي اقسمها 2. هركن النص التاني وهغطيه علشان العجين ما ينشفش، وهبتدي اشكل القرص. نقدر نعملها كرات متساوية في الاول وبعد كده نحشيها او نسيبها نضغط عليها ونفردها في الصينية ونسيبها سادة، او بحشو زي ما تحبين، او نعملها زي ما انا بشتغل بيها كده. باخد كورة كورة وابتدي اشكلها وارصها على طول في الصينية. هنا عملت في الاول القرص السادة بالسمسم. تقدروا كمان تحطوا على الوش حبة البركة لو حابين، او من غير حاجة خالص. اهو وهرصها في الصاج. وكمان هعمل معاكم بحشو الجبنة. طبعا تقدروا تحشوا الحشو اللي انتوا حابينه ونوع الجبنة اللي تحبوها. وهنا سخنت الفرن على اعلى درجة حرارة من تحت، بس لازم الفرن يكون سخن جدا قبل ما نبتدي نسوي القرص. وطبعا احنا كمان بعد ما بنشكلها بنسيبها 10 دقايق على الاقل ترتاح في الصواني علشان تدينا النتيجة الحلوة وتكون مفرغة كده من النص وطرية. بحط الحشو في النص وبقفل عليها كويس واتاكد ان انا ضغطت على العجين وقفلته كويس علشان الحشو ما يخرجش منها. وطبعا نقدر نفردها بايدينا او بفرادة العجين زي كده زي ما تحبوا. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وانا هنا عملت بالحشو اكتر بصراحة، يعني عملت اللي بالجبنة اكتر من السادة. ما شاء الله الكيلو معاكو هيرمي كمية حلوة قوي، هيعمل معاكو عدد حلو جدا. بس كده هكمل تشكيل العجين وهركن الصواني بتاعتي 10 دقايق ترتاح قبل ما ندخلها الفرن. وهي في الفرن ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة، او بتاخد لون تحت كده وخلاص، لون بسيط من على الوش كده تكون مستوية معانا من غير ما نشغل الشواية. بس زي ما قلت لكم لازم يكون الفرن سخن جدا. ما تنسونيش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.